ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وايه اخبار الماث معاكم؟ ايه رايكم تيجوا نشوف النهارده مصطلحات مهمه في الماث وانتوا بتاخدوها في كي جي 2 وكي جي 1 وكمان في جريد 1 ومكمله معاكم. هي مصطلحات مهمه جدا. اول حاجه عندي مصطلح اسمه before. before معناها قبل before قبل. لازم نحفظه كويس ونشوف الحروف بتاعته ونحفظها علشان مهم جدا. تعالوا نشوف بعد كده المصطلح التاني اسمه between بين. طيب بعد كده عندنا after بعد. يبقى عندي before between after. طيب ودول ايه مهمتهم يا مس دول في الماث؟ ايه لازمتهم اصلا؟ بص معايا بقى يا حلو انت وهو. انا عندي هنا النمبرز. دلوقتي لو جالك وقال لك هنبعد دلوقتي البتوين والافتر، خلينا في البيفور. بيفور يعني قبل. طيب هو هنا جايب لك نمبرز وجايب لك نمبر واحد بس، بيقول لك before 2. انا دلوقتي على طول افكر واحط في دماغي ان before يعني اللي قبله على طول. before 2 مين اللي كان قبل ال 2؟ طبعا هنقول نمبر 1. يبقى before 2 1. طيب نلعبها كمان مره. طيب لو قلنا before 3 يعني مين اللي كان قبله على طول؟ اول ما اقول before يجي في دماغي مين اللي كان النمبر قبله على طول مباشره. before 3 طبعا كان نمبر ايه حلوين؟ نمبر 2. يبقى لما يقول لي before 3 لازم اقول له على طول 2. طيب before 5 لو جاب لي نمبر 5 وقال لك before 5 يبقى هيبقى مين النمبر اللي قبله؟ على طول تفكر في النمبر اللي قبل 5 اللي هو كان على طول 4. يبقى before 5 4 نمبر 4. خلاص حفظنا كلمة كده before يعني ومعناها ان هي معناها قبل. امشي يا before. تعالى بقى لايه؟ after. خلينا في after دلوقتي وبعد كده هنرجع لايه؟ لبتوين. after دي يعني بعد النمبر. دي سهل جدا. لو انت بتعد عادي هتعرف ان after 2 هو نمبر 3 لان هو اللي جاي بعده على طول. فاحنا دايما بنفكر في اللي بعده، مالناش دعوه بقى باللي قبله. طيب لما نقول after 4 يجي على طول 5 لان انا بقول 4 بعده على طول 5. 4 5 يبقى after 4 5. طيب لما نقول after 5 مين يا حلوين؟ فكروا كده شويه. after 5 هو نمبر 6. يبقى after 5 نمبر 6. after 5 نمبر 6. طيب هنقول كمان after 1 هو نمبر ايه؟ 2. شاطرين. after 2 هو نمبر 3. after 3 4. after 4 5. after 5 6. طيب خليهم كده معانا وهنجيب المصطلح الثالث علشان نلعب بيه شويه. تعالى يا بتوين يعني بين البيفور والافتر، قبل وبعد. اللي في النص ده هو اللي بيبقى بتوين، هو اللي بيبقى بينهم. زي ايه؟ نشيل الثلاث نمبرز دول والثري نمبرز دول نجيبهم هنا. انا عندي هنا ال2. لما يقول لك ال2 كان بتوين مين؟ بين مين ومين؟ نجيب البيفور اللي قبله اللي هو نمبر 1 وبين النمبر 3. يبقى ال2 is between number 1 and number 3. طيب لو خبينا ال2 وقعدنا هنا نقول ايه؟ نمبر 1 بعده على طول نمبر 3. في حد هنا بتوين ناقص، في نمبر هنا بتوين ناقص. من البتوين 1 and 3 هنجري بسرعه نجيب نمبر 2 نقول نمبر 2. يبقى النمبر 2 هنا مكانه فين؟ بتوين بين ال1 وال3. طيب تعالوا نشوف هنا كمان ال3 نمبرز دول. ال3 نمبرز دول هنا بيقول لك ايه برضو؟ عايزين نعرف مين البتوين 4 and 6. من البتوين 4 and 6 في هنا نمبر ناقص. مين هو يا ترى؟ هو نمبر 5. يبقى 5 is between 4 and 6. 5 between 4 and 6. يبقى عرفنا كمان يعني ايه between يعني هو بين النمبرين. شكرا يا اصحابي.